أهلا بيكم في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي من موقع الوطن سبورت النهاردة الجمعة 20 نوفمبر 2020. وإليكم الأخبار. إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا. أصيب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي بفيروس كورونا بعد نتيجة المسحة الإيجابية التي خضع لها اللاعب وإصابته بفيروس كورونا. وتعد إصابة صالح جمعة هي الثانية في الفريق بعد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الذي تعرض لها أمس. ويخضع صالح جمعة لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة. وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة والتي تقام مساء غدا في دور الثمانية ببطولة كاس مصر. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة. محمد شريف بيحتفل بالعودة للأهلي بصورة في التتش. احتفل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بعودته لصفوف القلعة الحمراء مرة أخرى بعد انتهاء إعارته لصفوف إنبي. ونشر شريف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا من مشاركته في ميران الأهلي اللي أقيم أمس الخميس بملعب التتش. وتألق محمد شريف في مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، واللي فازت فيها الفراعنة في عقر دار توجو ب3 أهداف لهدف. وسجل شريف الهدف الثاني باللقاء. واستطاع شريف لفت الأنظار إليه خلال فترة إعارته بصفوف إنبي وسجل 14 هدفا، واحتل المركز الثاني بصدارة هدافي مسابقة الدوري الممتاز خلف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز اللي حصل على المركز الأول برصيد 17 هدف. إصابات الأهلي ضد عدم استقرار الزمالك، من ينتصر في النهائي الإفريقي. بتشهد الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار على قطبي الكرة المصرية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في ظل الإصابات اللي بتسيطر على جزء كبير من لاعبي الأهلي وعدم استقرار داخل نادي الزمالك بسبب رئيسه المعزول الذي يهيمن على الفريق. وبيعيش الجهاز الفني بقيادة موسيماني حالة من القلق قبل خوض النهائي الإفريقي والذي يسعى للتتويج به ليضيفه لسجل إنجازاته ويضيف اللقب الثاني له على المستوى الشخصي بعد أن فاز به مع فريقه السابق صن داونز عام 2016 عندما خطف اللقب من الزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية. وضربت الإصابات 4 لاعبين من الأهلي في 3 مراكز مختلفة بين الظهير الأيمن والمساك والمهاجم قبل أيام من خوض النهائي الإفريقي التاريخي بين القطبين الأهلي والزمالك. محمود عبد المنعم كهربا. الحالة الأولى داخل النادي الأهلي التي جاءت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ بداية انتشار الفيروس، ومن المفترض أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة يوم السبت القادم لتحديد موقفه من لقاء الزمالك القادم. جونيور أجايي. سقط جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي في فخ الإصابة خلال ميران الفريق اللي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تعرض لكدمة قوية في كاحل القدم. وقال خالد الغندور طبيب الفريق أن جونيور أجايي لاعب الفريق تعرض للإصابة، لافتا إلى أنه كان يشارك في الميران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته قبل ميران الفريق. ويعيش الجهاز الفني حالة من القلق خوفا من أن يحتاج اللاعب لفترة علاج طويلة ويغيب على إثرها عن مباراة النهائي الإفريقي. محمد هاني. يعاني محمد هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة تعرض له خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره توجو في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي،
ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. ومن المنتظر أن يجري كشف طبي أخير تحت إشراف الجهاز الطبي للقلعة الحمراء لتحديد موعد عودته للتدريبات ومدى جاهزيته للمباراة النهائية. وتم تجهيز رامي ربيعة في التدريبات الجماعية حاليا ليكون بديل لهاني حال غيابه عن المباراة. تعرض أيمن أشرف لإصابة بكدمة في العضلة الخلفية خلال مباراة توجو التي أقيمت الثلاثاء الماضي، وفاز بها المنتخب الوطني ب3 أهداف ل0. ويعد هو اللاعب الأوفر حظا للحاق بالمباراة بناء على تصريحات طبيب الفريق الدكتور خالد محمود. على الجانب الآخر تسيطر حالة من عدم الاستقرار على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بسبب رئيسه المعزول، إضافة إلى ظهور حالة كورونا داخل جدران القلعة البيضاء وهو محمد حسن متوسط ميدان الفريق. حلول اضطرارية أمام موسيماني، دفاع الأهلي في خطر بنهائي إفريقيا. أيام قليلة تفصلنا على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في لقاء ينتظره الملايين حول العالم كونه الأول من نوعه في تاريخ إفريقيا، وهو تأهل فريقين من نفس البلد لنهائي أبطال إفريقيا. ويلتقي النادي الأهلي بغريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة القادم في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة. ويعاني الفريق الأحمر من نقص شديد في مركز خط الدفاع، بداية من مركز الظهير الأيسر مرورا بمركز المساك والظهير الأيمن، وهي النقطة التي يجب أن يلتفت لها ويحذر منها الجنوب إفريقي باتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. مركز الظهير الأيسر. يعتبر مركز الظهير الأيسر هو الأقل خطورة على موسيماني بسبب تواجد التونسي الدولي علي معلول، أحد الأضلاع الرئيسية والركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، بينما يعاني الأهلي من توفر بديله القوي، حيث يضم الأهلي في صفوفه اللاعب محمود وحيد فقط، وهو اللاعب الذي لا يقدم مستويات تقنع الجهاز الفني فضلا عن تكرار إصابته بشكل مستمر. مركز المساك. في مركز المساك لا يمتلك الأهلي سوى الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، في ظل عدم قيد سعد سمير فضلا عن إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي. مركز الظهير الأيمن. في مركز الظهير الأيمن لا يضم الأهلي سوى محمد هاني بعد رحيل أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز. نصيحة إلى موسيماني: يجب على موسيماني أن يحذر من الخط الدفاعي وتوفير بدائل فورية وجاهزة وقادرة ومستعدة للعب فورا حال إصابة أي لاعب من الخط الدفاعي، حتى لا يضع نفسه في ورطة قاتلا بها أحلام الملايين من الجماهير الحمراء. وبات أمام موسيماني عدد من الحلول لتجهيز البدائل، أبرزها تحضير حمدي فتحي للعب في مركز المساك وحسين الشحات أو رامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن. روبير: قلق في الأهلي بسبب كورونا، وعبد الحفيظ يتوعد بعقوبات قاسية. أكد الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي خاض تدريباته الخميس شبه كامل العدد، ومن المنتظر أن يستعيد بعضا من لاعبيه الغائبين خلال الأيام القليلة القادمة. وقال شوبير خلال تقديمه لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس عبر قناة أون تايم سبورتس: تدريب الأهلي كان شبه كامل العدد باستثناء غياب كهربا بسبب الكورونا. وقام محمد هاني بالجري لمدة ربع ساعة بينما اكتفى أجاييه بجلسات علاج طبيعي. وتابع هناك حالة من الثقة داخل النادي الأهلي بعودة محمد هاني للملعب سريعا، وكذلك سيعود أجاييه للمشاركة في التدريبات يوم الاثنين أو الثلاث. وأضاف: ديانج تدرب بصورة طبيعية،
والطبيب أكد أن علي معلول جاهز وسليم تماما وهينتظم في الميران السبت. كما شارك سعد سمير في التدريبات الجماعية لكنه غير مقيد بالقائمة الإفريقية. وأكمل هناك حالة من القلق داخل النادي الأهلي بسبب فيروس كورونا. سيد عبد الحفيظ منع التجمعات وتوعد اللاعبين بعقوبات قاسية لمن يخالف ذلك. طوارئ في الأهلي بعد إصابة كهربا وصالح بفيروس كورونا. أرسل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رسالة صارمة إلى لاعبي الفريق من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا. وأرسل عبد الحفيظ رسالة إلى جميع لاعبي الفريق الأحمر عبر الجروب الذي يجمعه باللاعبين على واتساب، وأبلغهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم الظهور في أي تجمعات أو مناسبات نهائيا، مهددا بفرض غرامات مالية مشددة حال عدم الالتزام بالتعليمات. ويعقد خالد محمود طبيب الأهلي جلسات مع اللاعبين بشكل مستمر من أجل إبلاغهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك بعدما أثبتت المساحات إصابة محمود عبد المنعم كهربا بفيروس كورونا عصر أمس الخميس، وصالح جمعة بعد إصابته اليوم بالفيروس. عبد الحفيظ: إصابة أفشة لن تمنعه من المشاركة أمام أبو قير. كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن إصابة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي والتي تعرض لها خلال ميران أمس لا تذكر وبسيطة للغاية. وقال عبد الحفيظ أن الإصابة خفيفة للغاية ولن تعوق مشاركته أمام أبو قير للأسمدة حال استقر الجهاز الفني بقيادة موسيماني على ضمه للقائمة أو التشكيل الذي سيخوض مباراة غدا السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وأكد عبد الحفيظ أن ما حدث التحام طبيعي وحماس زائد من الثنائي، خاصة في ظل رغبة جميع اللاعبين لبذل المزيد من الجهد لإقناع المدير الفني الجديد للدخول في حساباته قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، والمقرر إقامته 27 من الشهر الجاري على استاد القاهرة، مشيرا إلى أن الحماس الزائد أمر طبيعي خاصة قبل المباريات المهمة والمصيرية. ثلاثي الأهلي المعار ينتظم في تدريبات الفريق. ينتظم ثلاثي النادي الأهلي ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن اليوم الجمعة في تدريبات المارد الأحمر بناء على رغبة موسيماني المدير الفني للفريق. وشارك محمد شريف في ميران أمس للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادي إنبي، بعدما أكد جاهزيته للجهاز الفني للمشاركة ورغبته في التواجد بالميران. وعقد شريف جلسة مع الجهاز الفني للحديث عن المرحلة القادمة، خاصة بعدما عاد اللاعب للتدريبات عقب انتهاء فترة الإعارة التي قضاها في صفوف إنبي وقدم فيها مستويات جيدة. معسكر مغلق في الأهلي بسبب كهربا والزمالك. استقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على إقامة معسكر مغلق للاعبين قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الغريم التقليدي الزمالك، والمقرر إقامته في 27 من الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي. ويأتي قرار الدخول في معسكر مغلق مبكر قبل نهائي إفريقيا في محاولة لتجنب إصابة أي لاعب بالفريق بفيروس كورونا المستجد، ومحاولة السيطرة على اللاعبين والجهاز الفني، وتجنب حدوث أي أزمات أو مستجدات قبل النهائي، خاصة بعد تعرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للإصابة بفيروس كورونا. ويعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي على الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني خلال الساعات القادمة لحسم الأمر بشكل نهائي وتحديد موقفه على أن يدخل المارد الأحمر المعسكر
بعد مواجهة أبو قير للأسمدة غدا السبت. ويحسم عبد الحفيظ وموسيماني الأمر بعد نهاية مباراة أبو قير للأسمدة، حيث ينتظر أن يعقد الثنائي جلسة خاصة بداية الأسبوع لتحديد خريطة الفريق وجدول التدريبات وخطة الجهاز الفني استعدادا للنهائي الإفريقي.